رايحين نقعد في كافيه على صباحية ربنا كده. وعلى فكرة أنا عندي النهاردة امتحانين عملي النهاردة، فربنا يستر. طب أنا اللي منزلني الصبح بدري الحقيقة النت في البيت قطع، أنا بذاكر بايثون عشان عندنا عليها امتحان عملي، فنزلت كده شوية قبل الجامعة بساعة هحاول كده ألملم كده اللي ورايا بسرعة. أنا كده ذاكرت كتير في البيت بس في حاجات ناقصة فهجيبها كده من على النت. تمام، هنذاكر كده الساعة لغاية لما الامتحان يجي وبعد كده نتجه للجامعة. عايزين نستغل الوقت ده صح. الجامعة حالا زي ما انتم شايفين كده، لقيت فيه مدرج فاضي محدش فيه، فقلت استغل هذا الفراغ والهدوء. هروح دلوقتي ابدا الامتحان. وحينما الامتحان بدا هناك عمليه دوكيومنت في مدرج فاضي. مين يعرف بعد 3 سنين يوم تخرجي هكون فين؟ اطلع يا حبيب قلبي، اطلع اهو هنا. تعالى عشان عايزك في كلام. تعالى اقف جنبي كده يا جماعه، احنا لسه مخلصين امتحان حالا. انا كويس، حليت كويس يعني مش وحش، بس الراجل ده يعني عايز اقول له هو عمل ايه. عايز اقول للناس هو عمل ايه. كانوا طالبين منك ايه؟ بص اعزائي الساده المشاهدين، ايوه كانوا طالبين بقى ايه؟ ان انا مديني ليست اشيل منها رقمين. شيل منها رقم ايه؟ 3 3 و3. هو مديله لسته فيها ارقام كتير، في 3 و3 تشيلهم من الليسته. حصل. عملت ايه يا زميلي؟ فانا رحت عامل ليست تاني وليست تالت وشايل التلاته. يعني في لسته، يعني كرر الليسته زي ما هي، خدها كوبي بيست على البرنامج وشال 3 ومره كمان شال 3. حصل. محدش خد باله. اهم حاجه في الاوتبوت ايه؟ مفيش تلاته. مفيش 3 صح؟ لا. هي قالت لك ايه بقى اللي انت عملته؟ قالت لي انت بتساعد علينا، قلت لها لا خلاص يا باشمهندس، تكلم باشمهندس يعني. احنا كمان ايه اللي بنتكلم باشمهندس؟ لا طبعا بروبلم سولفنج يعني قمه السولفنج. يقول لك اللي انت عايزه ما يجيش يقول لك اتصرف اعملها في ساعتها. انت لسه هتقعد تقول له كود والكود يعمل، ما تعمل انت بايدك. نتوضى كده ونصلي بعد كده عندنا امتحان كمان، فخير خير. ايه ده؟ يالا ده الكاميرا يالا بتصورنا يالا. صورنا. طب ايه عايزه ايه؟ مساء الخير. ده الجمهور يالا، الجمهور. انت عندك انت بص عايزين تعرفوا عملنا ايه في الامتحان؟ حاولوا يقول لكم عملنا ايه في الامتحان. لا، ما انا مش كل مره اقول. كان يوم لذيذ. حاول ادى يا جماعه في ادى في ايه؟ ادى في الاكسس في الداتابيز. دلوقتي احنا عايزين نروح. تمام. والله الحمد لله النهارده كان امتحان تاني. فاول امتحان الحمد لله ما كانش حلو. تاني امتحان الحمد لله كان حلو. الحمد لله. الحمد لله. هل امبارح كنت بتشجع باريس سان جيرمان ولا برشلونه؟ والله كنت بلعب على الكمبيوتر، عندي لعبه كده اسمها تناقضات، اسمها اسفل النور، كنت بلعب عليها. انا النهارده التلات عندي اجازه من الجامعه، ودي مصلحه بقى عشان الواحد يعمل ايه اللي هو عايز يعمله وقت الدراسه يعني اي حاجه بقى. الواحد بقى يفضل نفسه كده ويشوف هو ناوي يعمل ايه في حياته ودنيته ويتصافى مع حاله ويعمل اللي هو عايزه. معلش بقى يعني. صحيت اهو من النوم من شويه كده، احنا الساعه 5 الصبح ودي حاجه كويسه جدا. كنت قاعد من شويه انا قاعد كده ببص على حاجات وبتاع، لقيت يوتيوب بيقول لي اعمل لي زي مش عارف ايه كده، يعني زي اختبار صغير هيسألك فيه شوية اسئلة بناء عليها يعرف انت فاهم في يوتيوب قد ايه. فاحنا حاليا هو بنحل الاسئلة دي، لما نشوف احنا فاهمين فيها قد ايه بقى، عشان ما ليش يعني. هو مفكرني مش فاهمان بس ده ما ينفعش يعني. الله، النتيجة طلعت. أنا مش هتكلم كتير. خبير في المحتوى الرائج، نتائجك. أنت في طريقك لتصبح خبيرا في المحتوى. شارك النتيجة للاطلاع على الترتيب الذي حصلت عليه مقارنة بصناع محتوى الآخرين. وإننا خبراء في اليوتيوب يعني الحمد لله اكتشفنا كده دلوقتي، فدي رسالة كويسة. إن احنا بإذن الله هنوصل وهنعملها. خلاص يعني هانت يعني احنا قربنا أصلا، فالحمد لله يعني الحمد لله. حاليا أنا أقعد أذاكر شوية كده عايز أفطر، عايز أشوف هعمل إيه، عايز أنزل الجيم النهاردة. لسه أشوف، بس عايز أذاكر عشان ورايا حاجات كتير أوي، ميد ترم وعملي وفاينل والدنيا كلها ورايا. ربنا يسهل كده. ادعونا عشان الواحد الدنيا جايه عليه، بس مش مشكله يعني، عادي. فندي شفتات مذاكره مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم يعني. يلا بينا.
رايحين نقابل علي عبد الخالق. تمام، عندنا ميتنج مهم جدا دلوقتي، محتاج منه انا شويه حاجات في الحقيقه، فاهمني شويه حاجات. ليه بقى؟ المفروض ان انا بذاكر في مجال الويب ديفلوبمنت، تمام، بس انا باك اند، فهو علي عبد الخالق بياخد كورس فرونت اند بقى له حبه في الدقي وكده، فعايز افهم منه شويه حاجات لان الاثنين بيصبوا في بعض، يعني لازم افهم حاجات من بتاعه الفرونت عشان احنا ايه نسمع لبعض. فانا ابتديت اتعلم فرونت شويه عشان انا لازم اكون متعلم يعني، فهو يفهمني شويه حاجات في الاتش تي ام ال واعمل ايه بالظبط وكده، لان هو بقى له حبه فيها، هينجز لي الموضوع. فينك يا عم علي؟ انا بس حاسس ان هو يتاخر وهيقطعني. نقعد في كافيه، واصلا علي ده جاري، بس انا يعني ايه ما بقعدش معاه خالص، ما بطلعش معاه في الفيديوهات اساسا، وده بسبب الدنيا ومشاغلها والجامعه. هو عنده جامعته وانا عندي جامعتي، ده غير الكورس اللي هو بيروحه، فكل واحد مسؤول في جهه. بس رايحين نقعد معاه. يلا بينا. طلع لا بتنجان. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, well, I'm on a one-way track. Now I know. يا جماعه علي لسه جاي حالا، تمام، بس هو اتاخر شويه يعني، لازم يلطعنا كل مره. فاهم ان شاء الله شركه تدمر الدنيا في امل يعني. على قد ما هو ده الصراحه من ساعه ما عرفتوا اي حاجه بيخشها هو بيشتغل فيها بس ما بيوصلش، هو بيجي قبل الوصلان وبيروح مغير. بيبذل كل مجهوده الحاجه دي، بس هو الظروف برضه الواحد لما بيخش جامعه بيغير اهله في البيت الكلام ده، فبتلاقيه بيتخانق حاجه اللي بيغير حاجه ثانيه، بس هو انا متاكد ان هو لو كمل في حاجه هيوصل. وحاليا احنا علي قاعد شغال، اوريكم برضو. ورينا كده علي الموقع اللي انت عامله بسرعه، حاجه اي حاجه كده. ده فرونت اند، بس عامل شغل حلو ما شاء الله. اعتقد ان ده انسب وقت للتايم لابس. شويه تايم لابس بقى مع شويه مزيكا، معلش بقى، خلي المشاهد حاجه يعني ترتقي بدماغ المشاهد، خليه يتكيف كده. صباح الفل يا شباب، صباح النور. النهارده اربع، عندنا النهارده امتحان ميد ترم كالكولس. سألني ازاي بمتحن عملي وميد ترم في نفس الوقت، اصلا كنت محاول، فالامتحانات بتاعت الميد ترم بتاعتي اتأجلت، فجت مع فوات العملي، بعد كده عندنا الفاينل كله مع بعضه، فالاسبوع ده ضغطه ما يعلم بها الا ربنا. بس رايحين اهو الامتحان المفروض هيبدأ الساعة 10، الساعة دلوقتي 9:30، يعني معانا نص ساعة مواصلات كده، يا رب نلحق بس كده نروح. امتحان كالكولاس يعني رياضة، يعني لو ليك في الرياضة هتسندل، مالكش في الرياضة بقى، بس الرياضة يعني حل مسائل عمرها ما بتتذاكر. انت لو الرياضة في دماغك خلاص مش هترجعها قبل الامتحان، لو الرياضة مش في دماغك دي المشكلة الأكبر. بقالنا اكتر من نص ساعه مستنيين امتحان ميد ترم، لسه ما بداش. المصريين كلهم والله، المصريين كلهم بيحبوا التاخير، حتى الامتحان بادئ متاخر. سبحان الله يا اخي والله. لا عادي، ناخد راي تبلد غريب. ايه؟ في تبلد غريب بقى يجي لي خلاص بقى عادي يعني، تسقف بقى في بروف. قول لي رايك عن الجدول، ايه رايك؟ ما هي كده يا اسطى، شايفانا ما تشغلكش. بس هي المشكله بقى يا اسطى لو مسكت في وش واحد واحنا دلوقتي. اشمعنى بقى جاي عليك انت لوحدك؟ انا تقريبا ماسكه في وشي. عنصرية. بص ايه ده بقى يا عم؟ عنصرية. تقول لي مفيش ايه الشغل ده؟ دي لوحدها ممكن تهكرك. هو ده الراجل سيطر عليه. طب خلاص يا اسطى خليها ماسكه في وشي. في ناس طلع اقسم بالله ما اعرف، الحوار كله في احتمال. انا اعرف انا الفرق ولا لا. طب خلصنا الامتحان من شويه، وجيت انا ويوسف فيتو لقبك ده ولا ايه؟ اه يا ابني قصه قصيره حزينه.
هنروح في ماك جنب الجامعه، فهنروح نقعد في ماك شويه نشرب قهوه حاجه كده، ننزع الكلام يعني، نروح نقعد قعده حلوه ان شاء الله. بحب الاخراج جدا بس هو يعني جامد بس يعني بس الفكره في الوقت عايز وقت وعايز مجهود مش سهوله انك تشتغل فيه. طبعا. ممكن تشتغل فيه شغل مش تدرس فيه يعني، بس ايه برضه لما تشتغل تدرس فيه فعلا في هيبقى غير. شركه او كده مش سهل. صح. يعني حتى انت مش شرط تدرسه، مش شرط مش مع السينما، مش شرط تدرسه او تشتغل بيه حتى. اه بس الفكره كلها انه ايه، لما تدرسه مش هيبقى زي اللي ما درسوش او واخده بالهوايه كده. يعني في ناس كتير على فكره ما هنا بص تختار بقى اللي انت عايزه. ده الامريكان، ده الاول امريكان عادي، امريكان كابتشينو. ماشي. دي كده اوردر الموضوع صافي. كتير قوي كاتبه هنا. اكيد مش هم اللي كاتبين كده. مين دول؟ الناس اللي بتقعد هنا اللي كاتبه.